ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل رز بلبن. دي اللبن ونشا وكريم شانتيه ولبن بودره، ودي الفانيليا، ودي كوبايه رز هغسلها واحط عليها كوبايتين ميه واحطهم على النار لغايه لما حبايه الرز تفشر. مش هحط ميه كتير، انا هحط كوبايه الرز ده على كوبايتين ميه، شويه ميه زياده كده عشان تستوي قوي. ونعمل مع بعض الرز بلبن. هغسل كوبايه الرز دي الاول واحط عليها كوبايتين ميه واحطهم على النار. الرز خلاص استوى اهو، شوفي اهرسيه بقى كده بالهراسه. عايزه تضربوه في الخلاط اضربوه في الخلاط، عايزه تهرسيه بالهراسه دي اهرسيه بيها. هو استوى خلاص اهو. انا ههرسه شويه قبل ما احطه على اللبن. حطيت الرز اهو، على اللبن. الرز مستوي خلاص اهو. انا عملت ايه؟ معلقتين نشا، معلقتين لبن بودره، معلقتين كريم شانتيه، وحطيت بتاعتين الفانيليا دول بكوبايه ميه لسه حتى ما خلصتهاش اهو. واحط شويه بشويه واقلب. مدوبه بكوبايه ميه لسه الكوبايه ما خلصتش. وحطيت على الرز اللي غليت 2 كيلو لبن. هدوب خالص بقى الحاجات دي. وحطيت السكر بقى زي ما انت عاوزه. عاوزاه مسكره زودي سكر، عايزاه سكر قليل زي ما انت عاوزه. لكن معلقتين نشا لان الرز فيه النشا بتاعته، ودي رز بلبن يعني. وانا عامله كوبايه رز، مش عامله نص، انا عامله كوبايه. فاعملي معلقتين نشا، معلقتين لبن بودره، معلقتين كريم شانتيه، والازازتين الفانيليا دول. هدوب بقى الحاجات دي كلها واقوم حاطاها على الرز. وكده خلصت. حطيت في الاطباق العاديه، وحطيت في الطواجن خلصت اهي. هحط على كل طاجن معلقه قشطه، عشان ادخلها الفرن. هسخن الفرن بقى واحطهم في الفرن ياخدوا لون واطلعهم. انا كده خلصت اهو. الطواجن طلعت، وطلعت المانجايه من الفريزر قطعتها. بدل ما تحط بقى زبيب وجوز الهند احنا بنحطهم على طول، قطعت مانجايه واحده. يعني مانجايه واحده عملت لي الاطباق دي. مانجايه وقطعها قطع كده وحطها عليها.
لكن الطواجن انا حاطه عليها من على فوق كده قشطه، كل طاجن معلقه قشطه. وحطيتهم في الفرن، وما عمل وش كده قمت مطلعه. جميله. يلا يا قلبي، حاجه كده حلويات كده خفيفه وسريعه. يلا باي.